مساء الخير يا جماعة. أنا أحمد نبيل، وحبيت أسجل الفيديو ده النهاردة عشان الأحداث اللي حاصلة. إحنا تاريخ النهاردة 21/6/2012 الساعة 11 وربع تقريبا. آه، حبيت أوجه الفيديو بتاعي دوت للإخوان. حصلت حاجات كتير قوي من الإخوان الفترة اللي فاتت، وما كنتش حابب إن أنا أوجه الكلام دوت، بس النهاردة جه الوقت إن أنا أحط نقط على الحروف للإخوان. بداية من بداية الكلام كده، علشان ما فيش فريق يقول ان انا تبع شفيق، او فريق يقول ان انا مع مرسي او ضد مرسي. انا من الناس المقاطعين. لا هحط ايدي لشفيق ولا هحط ايدي مع مرسي، لان هما الاثنين بالنسبة لي وجهين لعملة واحدة. هبتدي كلامي بقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وهرجع أقول لكم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا اؤتمن خان. طيب، خلينا نتكلم في موضوع الكذب. بالنسبة للإخوان، كتبوا يوم 23 على ما أتذكر، يعني معلش أنا آسف، التواريخ دايما بنساها. كتبوا يوم 23 أو 24 على صفحتهم الرئيسية إن هم مش هيشاركوا في مظاهرات يوم 25 يناير 2011. نزلوا يوم 26 أو 27، مش متأكد بالظبط، بس هو الأكيد طبعا يوم 28 كانوا نازلين في الميدان. آه، دي نقطة، يعني أنت قلت حاجة وعملت حاجة تانية. طيب، إذا وعد أخلف. آه، وعدونا إن إحنا إيد واحدة، وإحنا هدفنا كلنا في الميدان إيد واحدة. هم أول ناس جريوا وسابوا الميدان وراحوا قعدوا مع عمر سليمان في أثناء ال 11 يوم، عفوا، أثناء ال 18 يوم بتوع المخلوع. إذا اؤتمن خام دي أنا هتكلم في نقطتين فيها. النقطة الأولانية: أحداث محمد محمود. سابوا الميدان وقالوا علينا إن إحنا خاينين، إن إحنا بلطجية، وكانوا هم مهتمين قوي بموضوع الانتخابات بتاعتهم. هتكلم برضه في نقطة الخيانة. إذا اؤتمن خان. أعتقد أنتوا شفتوا الأداء البرلماني اللي حصل من بعد ما حصل تزوير، وكان بالاتفاق مع المجلس العسكري إن هم ينجحوا. وأنا كنت كاتب لهم مقالة بدوت، وقلت لهم إن أنتوا مش هتكملوا. وسبحان الله، واكيد انا ما بنجمش، هو الموضوع بمنتهى البساطه. اقرا ما بين السطور لو انت واعي، وانت هتشوف الحقيقه كلها. هات الصور الصغيره او هات البازل الصغيره كلها جنب بعض، هتشوف الصوره كامله. طيب، الجزء الثاني المهم بالنسبه لي، آه، عشان هو بيتقال كلام كتير الفتره اللي فاتت على الاخوان. اتقال ان هم اللي قتلوا الثوار في في موقعة الجمل. طبعا ده غير حقيقي، وانا بتكلم من واقع ان انا شفت في الميدان مين وكان بيعمل ايه. آه، مش حقيقي، هم كانوا واقفين في الصفوف الاولانيه، وده حقيقي فعلا. طيب، الرساله هنا هو للاخوان نفسهم، عشان بس ايه يعني كمان، انا قلت الفيديو ده هيكون بحط نقط على الحروف عشان بلاش بقى مزايده، لان الواحد بجد اتخنق وقرف. آه، انا مش هدخل في نوايا الناس، لان اكيد فيهم ناس طيبه كتير، وفيهم شباب من الاخوان كويسين جدا، نيتهم ان هم يستشهدوا لوجه الله تعالى علشان هم ليهم قضيه. انما تعالوا بقى نتكلم بالعقل كده، بحكم ان انا بالنسبه للاخوانجيه والسلفيين ان انا علماني ليبرالي، فكافر يعني. فواحد زائد واحد بيساوي عندي اتنين. نحسب الامور كده. طيب، ابتداء من يوم 28 والاحداث اللي كانت حاصله والهجوم اللي كان دايما بيحصل على الميدان، وهم كانوا بيسترسلوا. طبعا انا قلت ان في كتير منهم كانوا لوجه الله تعالى موجهين نيتهم ان هم علشان القضيه بتاعتهم وعشان خاطر الاسلام، فهو ما عندوش مشكله ان هو يستشهد علشان قضيته، عشان تحرير البلد من حسني مبارك. طيب، ما تيجوا نبص بقى على الحقيقه.
اللي هي للقيادات بتاعتهم، واللي هي امرتهم وقالت لشباب الاخوان اعملوا كذا، وليه كانوا مستبسلين بالمنظر ده. الجزء الحقيقي والاكبر اللي كان يهم القيادات بتاعتهم، انا شخصيا كواحد كنت في الميدان، او الاف كانت كتير جدا في الميدان من الشباب، ما هماش تبع احزاب ومش مسيسين. فلو كانت انفضت الليله وفضل حكم حسني مبارك وفضل امن الدوله بنفس السياسه بتاعته، اعتقد ان ما كانش حد هيجيبني. يعني يعني لو كانت فشلت الثوره ما كانش حد هيجيبني. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي كان هيحصل للاخوان. كانوا هيتنفخوا. كنتوا هتتنفخوا. فانتوا كنتوا مرعوبين، وكان لازم ان انتوا تفضلوا واقفين وبتستبسلوا وبتموتوا بالمنظر ده او بتدوا الاوامر بالمنظر ده، علشان انتوا لو كنتوا فشلتم او لو كنا احنا فشلنا للاسف، اوكي، كنتوا هتتجابوا واحد واحد، لان انتوا جماعه مسيسه باسم الدين، وليكم فايلات وملفات وكارنيهات، فالناس دي كانت كلها هتتجاب. فبلاش كل شويه تحسسونا حرام ان انتوا عملتم وعملتم. اما الجزء الثاني اللي دايما بيتكلموا فيه، انتوا كنتوا فين ساعه المعتقلات؟ انا بالنسبه لي مش مقبول تيجي تقول لي انا كنت معتقل وانت كنت في بيتكم. والله ما خصنيش، انا ما يفرقش معايا انت كنت معتقل ولا مش معتقل. هو انت بتعمل دوت لوجه الله تعالى لما بتيجي تدافع عن قضيتك، ولا علشان تيجي تحاسبني عليها؟ انت عندك فكر بتدافع عنه، ده موضوعك. ما تجيش تقول لي بقى انا كنت محبوس او كنت بتعذب، ما خصنيش يعني. لان انا كمان لو ليا فكره او حاجه معينه واتعذبت عليها مش حاجه حاسبك، بخلي حسابك عند ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي هيجازيك خير او شر، ده على حسب نيتك. طيب اخيرا، لما قلت في بدايه الفيديو ان هم مرسي وشفيق هما الاثنين واجهين لعمله واحده، وان مرسي متحالف مع ابليس، اكيد انا مش جايب الكلام من عندي. عندي دلائل كتير، في حاجات هفصح عنها النهارده وفي حاجات هفصح عنها مستقبليا ان شاء الله. هحب اقرا لكم منشط صغير كده اهوت. المنشط دوت متجاب من على صفحه العقيد عمر عفيفي. طبعا انا عارف في ناس كتير قوي هتقول عمر عفيفي ومش عمر عفيفي ومشكوك فيه والكلام ده كله. احب اقول لكم انا بتابع عمر عفيفي طول فتره الثوره. اللي انا مستشفه عشان نبقى متفاهمين دوت كويس قوي، عمر عفيفي بيشتغل لصالح الاجهزه اللي موجوده جوه البلد هنا اهو، بشكل المعارضه القديمه اللي كانت موجوده عند حسني مبارك. لابسط الامور ان هو لو كان فعلا ضد الاجهزه اللي موجوده هنا اهو، كان بمنتهى السهوله ان هو يتصفى. فبسيطه، فهو بس بيستخدموه بالطريقه اللي هم يحبوا يظهروا بيها الصوره كاحداث. اقرا لكم كده الخبر دوت، وهجيب لكم تحت الفيديو دوت، تحت الفيديو اللي هرفعه دلوقتي، الدلائل اللي انا بقوله. اللي حصل النهارده، بدايه المنشط بيقول الاخوان يجتمعون حالا مع وفد من الموساد في واشنطن. يجتمع حالا بواشنطن وقت كتابة الخبر وفد الإخوان المسلمين بوفد من الموساد الإسرائيلي. الوفد الإخواني مشكل من كل من اللواء عباس مخيمر، محسن رضا، ويتم الاجتماع الجاري حاليا تحت رعاية الملحق العسكري محمد الكشكي وأعضاء من السفارة المصرية بواشنطن على رأسهم القنصل هاني ناجي. كما يشارك في هذه الخيانة العظمى كل من محمد أنور السادات رئيس حزب الحرية ومعه صفية سالم، وهاني نور الدين من حزب البناء والتنمية، وحنا جرجس من حزب الديمقراطي الاجتماعي. إنها الخيانة العظمى والتآمر على الوطن وتقديم كل الضمانات لإسرائيل مقابل الرضا عن محمد مرسي هو ووفده. وبعد كده بقى مكتوب أفيكو يا شعب مصر، وأيا كان الكلام المعسول اللي بيتقال ده. أهم ما خرج من الاجتماع اللي حصل النهارده دوت. الاجتماع حصل النهارده تقريبا في حدود الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، يعني 12:30 كان بتوقيت واشنطن. أهم ما توصلوا إليه، سينا هتبقى الحماس مقابل الكرسي المرسي.
كلام جميل جدا. والاهم من كده هرفع لكم اللينك بتاع الفيديو اللي بيقول عاجل الكونجرس الامريكي يستجوب اوباما لدعمه الاخوان ب1.5 مليار دولار. يا ترى مقابل ايه؟ ايه ردكم؟ وطبعا الامر طبيعي عشان بس انصار شفيق ما يقوليش فعلا عندك حق وينبسطوا، لان تاني انا قلت هو وشفيق وجهين لعمله واحده، والا هما الاثنين ما كانوش وصلوا للنهايه. هما الاثنين ما كانوش وصلوا للنهايه، عشان يا تختار ده يا تختار ده. بتهيألي كان ممكن مثلا حد زي ابو الفتوح لو كان وصل، بس ده كان بيشكل خطر كبير. لو حد زي حمدين صباحي، وانا شخصيا من انصاره. اخيرا انا ضد المجلس العسكري، ضد السياسات بتاعته، ضد الاعلان الدستوري المكمل، لان دوت انقلاب عسكري ناعم، ضد الاخوان اللي موجودين في الميدان، علشان هم اول ناس بيبيعوا الثوار. انا بمنتهى الامانه مش ناوي انزل الميدان تحت اي ظرف. هسيب الاخوان المره دي بقى، انا اللي هلعب اللعبه ديت. انا هسيب الاخوان هم اللي يتطلقوا في سبق الخيل دوت. وان شاء الله ان شاء الله لو ربنا كرمهم ونجحوا هنزل اركب الثوره بتاعتهم زي ما هم عملوا معانا. ما اعتقدش ان انا في المره دي هكون غلطان يعني. بشكركم واسف على التطويل عليكم.